جمال عليوي، من أهالي الدرباسية. المرحلة يلي تمر بها البلد بهاي الأيام، تمر فيها سوريا بشكل عام، مرحلة صعبة جدا. لازم الشعب يكون واعي، الشعب يكون واعي القضايا بشكل حقيقي، لأنه نشوف أنه الكل متكالبين على هالبلد، كلهم يدوروا مصالحهم. الشعب يلي لازم يدور على مصلحته هو يعني، ونحن مصلحتنا مصلحة الكل، هذا الوطن يعني، الوطن يلي له موزاييك ولا أجمل منه، قوميات وأثنيات، وهاي الكل عايشين بهذا البلد من زمان، من خلقة الدنيا يعني. نحن من أقدم الحضارات، أقدم الناس على وجه الأرض يعني، وعايشين بحياتنا، ما صارت بيناتنا أي مشاكل يعني ما في مشكلة بين العربي والمسيحي والعربي والكردي، طول عمرنا عايشين مع بعض، ما في فرق يعني بين كل المكونات. بس مشان يقدروا هم بدهم يثيروا هاي الفتن، مشان يقدروا يسيطروا على البلد. ونحن عندنا عدو بصراحة، عدونا التركي لا رحمة ولا إنسانية، وأحسه أخطر عدو على سوريا هو العدو التركي، أخطر عدو يعني. ومشروعه مشروع العثمانية هو يلي جر كل هاي المنطقة للتخلف يعني، وهالساعة بدهم يعيدونه من جديد، يعيدوا هذا المشروع. أنا أشوف يعني من خلال متابعتنا للإعلام، الكل كل منو عنده أجندة، وأحيانا بعض أحزاب عندها أجندات تكون مرتبطة بالخارج. بس من خلال الملاحظة، الأجندة الوطنية اللي أنا تابعتها ولازم نتمسك فيها هي قسد، مشروع قسد، مشروع أخوة الشعوب. هذا المشروع يلي نحتاجه بالمنطقة يعني، سواء البلد مستقر ولا غير مستقر، هو هذا المشروع يلي نحن نحتاجه، مشروع الأمة الديمقراطية اللي ما في فرق. فأتصور ضمن مو مطروح بالوقت الحالي، لازم كلياتنا نتلاحم ونترابط وراء قسد، لأنه قسد ما تخص فئة أو قسم معين من الناس، قسد تضم كل الشعب يلي يعيش بالمنطقة يعني، الكل ملتحمين وتحت، واتخذوا قرارات حكيمة يعني، وقيادة حكيمة القسد يعني. فورا الأهواء، وورا أنه نحن شعب يمكن ما عاش الديمقراطية بتفاصيلها قبل، فننغش بالمظاهرات وننغش بهاي مشان تيجي فرصة يعملوا مشاكل ويضربوا ويثيروا الناس على بعض. نحن بهاي المرحلة يعني كشعب واعي، المفروض الشعب الواعي انه نمشي وراء قيادتنا اللي هم قسد، ونمشي وراء قراراتهم، ما نتذمر منها يعني، لأنه المرحلة صعبة يعني. لازم نوازن بين مو مطلوب يلي يريدونه من تقسيم ومن تجويع ومن نهب خيرات، وبين ما تريدوا قسد إنا من استقرار ومن عيش بسلام وأخوة شعوب وهاي المسائل الإنسانية اللي كل الناس تريدها. ناویم خلیل داود اج باجاره دربیسیه بدایک بومه. عمریم تقریبا 65 سالن، مادم 1959 بخودش رجاء ام بيري وحتى تاريخ ايرو امو ملتي عرب براني يعني. خوينا ما تفل هفدو بويه ام خالو خارزينه بخو جامع عربي يعني، تكي جام مالباتي بقري يا خاليوي عربي يا قيزاوي جام عربي يا كتشكك عرب جلاي قراني. المهم جدسبيكا مبيري حتى تاريخ ايرو ابو 65 سال بيتر امو عربا تفدي وخريستيان جي باجاري دربيسيه بري سيربي خريستيان بو ام تفدي عيشك مشترك دعيشين وق برا وسروق جي قوتي براتيا قلان فعلا بيفاوي بجهاتي وبراتيا قلان حتى تاريخ ايرو ام بهدور دعيشن او بمرحبا اخوي اجي بمرحبا ابن عمي يعني. تو خلافي اورتما وميركي عرب دي تشين ابوي بوجهكي ام الهفدود نرن كبري هفدو مالباتك عائلات يعني برحكي بجانكي اموان تفدي
وقتی تقومه ام دخطا پیشیدن به هفدور ام شر دکن دجی اردوغان دجی دجمنا و اف کسی فسادیه دکه اف کسی مغرد ایگه به دلار و به پرا هاتن غرکرین اوانا فساد مغردن ام وانا بخو قبولنا کدنا خده براتیا گلانجی دسپیکا مبیر بری حتی ایرو امو عربا ام یک مالن یک روحن یک برانه ام تفدي بهفدور جيان دكن في باجاري دي ودسوري قشي دي انا تشامي بقري ركن دي سيربي كردن تفدي او شاميه وعربه وفلسطينيه وقش بهفدور دمشن روكي انسانكي كرد انسانكي عرب عاجز نكريه وعرب جي نفساوي ام بسر كيفن ببراتيا قلان وقصد ايرو هري قوتا مزين اقمت فاريزي اوي وام سباسيا قصد دكن وسباسيا وان شربانا دكن او شربانه قد شبري شردني البرسرمي والبرجرمي متبارزين ام جوارد بيجن ساعتا وخش به او كسي مغرد يعني دنيا قشوان نازكن او انا مغرد هاتني باجار خرابكن وام نم خراكرني رني ام براتيا قلار رني ام بوكافيه رني ام بحريتي رني بازاتيه رني ام تخوازين ملت قش بيك دنجي بيجي ام براتيه خوازين ام حريتي خوازين ام شرنا خوازين ام ندجي كسينه عرب خريستيان كرد ام قش براي هفين